مين فينا ما بيحبش السمك المشوي؟ أكلة بسيطة بس مليانة طعم وريحة مش قادرة أقولك تجنن قد ايه. النهاردة هنعملها مع بعض بقى بطريقة سهلة جدا من غير ولا دخان كتير ولا بهدلة. هنعملها في الفرن وهتطلع والله من بعد ما تعمليها او تشوفيني وانا بعملها، ولو جربتيها مش هتفكري تعمليها تاني بره. بس قبل ما نبدأ اي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا نبدأ على بركة الله. انا هنا معايا دي التتبيله اللي انا ببدا بيها، اللي انا هتبل بيها السمك، وهتكون هي البطل معايا في الحلقه النهارده. فلفل رومي، ومعاهم نص فلفله الوان احمر او ممكن اصفر، اي لون يعجبك. وتضيفي كمان معاها فلفل حراق لو حبيتي، دي حسب الرغبه. وهنا معايا معلقتين ملح كبار، معلقه كمون كبيره، ومعلقه كزبره كبيره، وحوالي 4 معالق ليمون معصوره معصور، وثلاث معالق زيت، وثلاث معالق خل. كل اضربيهم عندك في الكب، او ممكن بتدقيهم في الهون عادي جدا، المتاح عندك تستخدميه. بس فيها طبعا حاجه كبيره انا نسيتها هنا، التوم. المفروض اللي انا بحط معاها لو راس توم تبقى متوسطه او نص راس كبيره. هنا انا نسيت اضيف التوم، فين دلوقتي هضيفه معاكي بعد ما ضربته في الكبه. هضيفه عشان خاطر انا كده التوم عندي انا ببقى مفرزاه وشايلاه في الفريزر مفروم يعني. انما لو مش مفروم لازم يتدق مع الحاجه مع المكونات دي كلها مع بعضها. هنا بس الكبه عندي الصغيره دي كانت لقيتها صغيره على المقادير، فما كان ضربتهمش كويس، فهرجع اضيفهم تاني. انت هتشوفي معايا لازم تبقى مفرومه كويس جدا. عايزه اقولك التتبيله دي جميله جدا. دي انت ممكن اصلا تجهزيها وتشيليها في برطمان في الفريزر. ممكن على السلطه هتحطي مثلا معلقه صغيره على السلطه منها. هتعملي بتنجان مثلا مخلل. بصي التتبيله دي تحفه في حاجات كتيره جدا، مش للسمك بس، وطبعا للسمك المقلي وللجمبري لو حبيتي تتبلي بيها جمبري. التوم اهو زي ما انت شايفه كده مفروم، انا ضفته ايه مع التتبيله. بس كده انا عملت التتبيله المهمه اللي انا هعمل بيها كل حاجه في الحلقه النهارده. شوفي انا معايا هنا سمك بوري ومعايا بولتي كمان، كل ده انا هشوي. هنا بقى انا مقطعه ايه خضار هحشي بيه السمك. طماطم متقطعه مكعبات صغيره، بصل لازم يبقى صغير جدا وخفيف عشان خاطر يستوي جوه السمك. ومعايا فلفل الوان وفلفل رومي اخضر. عايزه برضو تضيفي فلفل حراق طبعا ده حسب الرغبه. بصي السمك متنضف ازاي وجميل جدا. بس نصيحه انا هقولك عليها، دي انا هنا ما عملتهاش عشان انا كنت جايبه السمك ده اساس اللي انا هعمله سنجاري ومش هشويه في الفرن. بس لو هتشوي في رده في الفرن او على البوتاجاز من فوق لازم تسيبي السمك من بره مش متقشر. انا هنا كنت مقشراه، خليت بتاع السمك يقشرهولي، بس لا هو المفروض يتساب بقشره خالص من بره اذا كان البوري او البولتي عشان ما يتحرقش منك على النار. بس انا هنا عرفت اتصرف شويه والحمد لله عدت، بس المفروض لا ما يتقشرش خالص. هنا بقى انا عملت من التتبيله من جوه قبل ما احط الخلطه اللي انا عاملاها. وحطيت بس حاجه بسيطه جدا، صوص كده من بره على السمك عشان لما تيجي تحطيه في الدقيق قصدي في الرده يمسك معاكي. زي طبعا انت شايفه الخطوه دي كده بحط التتبيله. وبصي حاولي على قد ما تقدري تاخدي من الخضار دوت بمعلقه، ما تاخديش بايدك لسبب عشان الباقي احنا هنستخدمه للسلطه، فما يكونش اتزفر مكان ايدي والسمك وكده، لا خديه بالمعلقه عشان الباقي ينفع نستخدمه تاني. بس التتبيله دي جميله جدا وبتدي اضافه حلوه جدا جدا للسمك. على فكره والله لو مشيتيه بنفس الخطوه وعملتيه مش هتحتاجي تعملي تاني من بره. بصي بقى انا هنا ايه هعمله في الفرن مش هعمله من فوق. جبت الصاجه بتاعه الفرن وسخنتها كويس جدا زي ما انت شايفه جدا جدا كمان، وضفت فيها زيت كويس علشان خاطر السمك ما يلزقش معايا، عشان كمان ده من غير قشر. وضفت عليها رده، الخطوه دي مهمه جدا اذا كان السمك بقشر او من غير قشر هتريحك كتير. بس زي ما انت شايفه كده اهوت معايا انا ضفت زيت. ولازم الصاجه تبقى سخنه، تكوني مسخنه الفرن كويس جدا والصاجه تكون سخنه، وتروحي بقى ايه بالزيت والرده زي ما انت شفتي. وهنا هي هنبدر السمك بالرده، تبدريه كويس جدا بالرده وتنفضي الزياده. ولو لقيتيه نشف منك او بزياده، التتبيله اللي معانا دي تاخدي منها حاجه بسيطه قوي كده وتحطيها على السمك من بره، هتلاقي الرده مسكت في السمك. بس زي ما انت شايفه كده معايا لازم اوريك الخطوه دي كويس. هنا السمك كمان البوري هيبقى محتاج مني سوا شويه عشان هو كان حجمه كبير. بصي لازم تهتمي بالخطوه دي قوي، تبدريه كويس عشان خلي بالك لو مش متبدر كويس هيلزق منك في الصينيه. هنا انا الجزء ده ما كانش عايز الرده تمسك كويس، رحت انا ايه عملتها تاني، حطيت عليها زي صوص كده من صوص التتبيله اللي انا عاملاه.
بس كده. والفرن سخن جدا، بتعملي ايه؟ بتنزلي الشبكه اللي في النص من تحت خالص، وتروحي حاطه عليها الصاجه ديت. هتسيبيه حوالي في الفرن اول يعني في ربع ساعه. بصي لما جيت قلبته، انا طبعا كنت مقلبه اصلا، شفتي قلبته ومش طالع منه القشر ولا قصدي الجلد ولا حاجه خالص. بعد كده انا عملت ايه؟ لما جيت احطه رحت حاطاه قلبته على في النص على ظهره كمان، علشان خاطر يستوي من جميع الجهات، ما يبقاش فيه جزء مستوي وجزء لا. طبعا بتقلبيه هنا حوالي ربع ساعه وهنا ربع ساعه. بس كده. التتبيل الخلطه دي مهمه جدا بقى. جبنا ميه سخناها في صينيه، دي ميه سخنه بس طبعا مش لدرجه الغليان، وتروحي ضايفه عليها بقيه التتبيله اللي معايا، وتروحي عامله ايه بقى، او تزودي مثلا شويه كمون وشويه ملح، علشان خاطر الميه طبعا مش هتخلي التتبيله القويه اللي انت حطيتيها. وتحطي مثلا قشر الليمون اللي انت كنت عصرتيه، وتروحي فيه السمك لمده دقيقتين على الوش ده والوش ده، وتحاولي تفضلي تسقيه كده. دي بقى هتخليه يطرى معاكي، القشرة هتنفصل عن اللحمة، فهتلاقيه بيتقشر معاكي بسهولة جدا، هتلاقيه هيبقى طري معاكي. بس اهم حاجه تسيبي قشره لما تيجي تشوي، ما تعمليش زي كده. انا ما كنتش اصلا شارياه على شوا. بس وكده انا عملت وبكده تكون اكلتنا خلصت النهارده. خلصنا السمك المشوي، شايفين الجمال وطعمه خطير، مش قادره اقولك تحفه ازاي. والله مش هتحتاجي تاكليه ولا في مطاعم ولا في اي حته تاني خالص. لو الوصفه عجبتك يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير. وهتشوفي كمان معايا انا عامله وهنا بالخطوه الجميله ديت. دي بقيه السلطه اللي اتبقت معانا، انا ما رميتهاش، ضفت عليها بقى خضره، بقدونس وجرجير وخيار، وبقت تتبيله. وهنا كمان انا هنا عامله رز صياديه جميل جدا.